بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وهنا يا رب. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو. غبت عنكم اسبوع بحاله، انا عارفة. اعذروني. ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. نرجع كده للنشاط والحيوية تاني، وننزل افكار حلوة وفيديوهات جميلة بجد ان شاء الله هتعجبكم. هنبدأ بقى النهارده الفيديو حلو كده أوي، هنسمي الله. ومعانا ميزانية للنهارده حلوة جدًا، جدًا، تنفع فطار وعشا لأسبوع كامل بميزانية بسيطة خالص، خالص، يعني ممكن ما تكمّلش 50 جنيه. أيوه، هنعمل فطار يكفّينا أسبوع كامل بحاجات بسيطة وحاجات من البيت كلّها متوفّرة، مش هنجيب حاجة من برّه. إن شاء الله كده نبدأ ونسمي الله ونملى البيت خير بإذن الله. طبعًا إحنا اتفقنا إن أحلى حاجة اللي بنعملها في البيت بإيدينا، ما نقولش إن إحنا هنجيبها من برّه جاهزة كده إحنا بنوفّر، لأ بالعكس. لمّا نعملها في البيت هنوفّر مجهود آسفة، هنوفّر في الفلوس، وكمان هنوفّر في صحتنا، لإن إحنا هنبقى ضامنين الحاجة إحنا عاملينها إزاي، منضّفينها إزاي. غير برّه طبعًا، يعني في أماكن كويسة وفي ناس بيبقى عندها ضمير، بس في ناس كمان بيبقى مش ما عندهاش ضمير، وإحنا مش عارفين الناس اللي إحنا بنشتري منهم دول من أي نوع. فنضمن أحسن ونعمل الحاجة بإيدينا لولادنا، وكمان آآ بنيّة حلوة كده وإحنا بنعملها إن شاء الله ونسمي الله. الحاجة بتطلع زي الفل، وبجد بتطلع حلوة جدًا طول ما إحنا نيتنا خير، وطول ما إحنا دايمًا لساننا عامل بذكر الله. ربنا بيملأ بيوتنا بركة إن شاء الله. وهنبدأ كده معانا كيلو دقيق، هنحط عليه باكو بيكنج باودر، آسفة، باكو خميرة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. أنا هنا كان عندي كيس الخميرة مش مليان، يعني كنت آخدة منه. فأنتِ لو هتحطي على الكيلو هياخد كيس خميرة بس، مش لازم نحط له كمان البيكنج باودر. بس أنا عشان هنا كان الخميرة أنا كنت آخدة منها شوية، فعوضت ده بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر على الكيلو دقيق. وحطيت كمان حوالي نص كوباية زيت أو نص إلا شوية يعني. آآ ده براحتنا إن إحنا ممكن نقلل الزيت أو نكتره زي ما إحنا عايزين حسب ما بنلاقي العجينة محتاجة. أنا حطيت ربع نُص كوباية زيت زي ما قُلت له كده، وهابتدي بقى زي ما بنعمل كده الكحك ونبدأ نبِث العجين كده بإيدينا، يعني نخلّي الدقيق يشرب المادة الدهنية اللي إحنا حاطينها. فأنا هاعمل كده دلوقتي، وهاخلّي الدقيق بتاعي يشرب كل كمية الزيت اللي أنا حطيتها، وأحس كده إن الدقيق كلّه بقى آمم يعني طايله الزيت. وأنا كان عندي في الأول كوباية لبن وحطيت عليها كوباية مَيّة دافية، يعني دفّيت اللبن وحطيت عليه كمان كوباية مَيّة دافية ودوّبت فيهم الخميرة بمعلقتين سُكّر. وهابتدي بقى أضيف اللبن بتاعي شوية بشوية وأعجن كده بالراحة نسمّي الله. العجين في البيت عايزة أقول لكم بجد إن هو بيملى البيت خير. يعني دايمًا طول ما إحنا نيّتنا إن إحنا نعمل حاجة لولادنا كويسة بتطلع حلوة والله صدقوني، حتى لو مش بمقادير مضبوطة، بنحاول إن إحنا نعملها على قد ما نقدر ونضبطها على قد ما نقدر، بتطلع حلوة وبتعجبهم وبيفرحوا بيها أوي. فالنهارده العجينة بتاعتنا ديّة هنعمل بيها حاجة حلوة أوي، اللي هي التوست الناشف بتاع الأفران. نقدر نزوّد عليه حاجة من المقادير غير المقادير اللي أنا حطيتها ديّة، نقدر نزوّد معلقة كركم عشان تدّينا اللون الأصفر الحلو بتاع الفايش بقى، اللي هو الفايش الصعيدي اللي بيتباع في الأفران ده، اللي بيبقى لونه أصفر وحلو كده، بمعلقة كركم بس على العجينة. يعني أنا هاعمله هنا النهارده هاعمله أبيض مش هاعمله أصفر. فلو أنتم حابين اللي هو ياخد اللون بتاع الفايش بتاع الأفران، إن إحنا نعمله إيه، نحط معلقة كركم، اللي بيدّي له اللون الحلو ده معلقة كركم. وهاخد العجين بتاعي بقى كده هاعمله هاقرّصه كده وهاحطه في صينية كبيرة. بُصّوا أنا حطيته في صينية هنا، حطيت يعني قطّعت العجين على قطعتين، بس بعد ما عملتهم بصراحة قُلت يا ريتني كنت حطيت كل قطعة في صينية لوحدها. لإن هو هينفش دلوقتي، لإن أنا يعني أنا لسه ما خمّرتش العجين بتاعي، أنا هاخمّره وهو متقرّص.
فأنا قُلت يا ريتني كنت عملت بجد كده، لإنه ما شاء الله نفش خالص، فكان هياخد مساحة أكتر. هنا بقى عقبال ما العجين بتاعي يخمر، أنا كنت ناقعة فول وناقعة فول مقشّر، يعني هادمّس فول وهاعمل فلافل عشان الفطار. هاعمل حاجة كمان، أنا دلوقتي عندي دي كانت نُص بطيخة باقية كده في التلاجة من امبارح، بس أنا لمّا باقطّعها مش بارمي القشر. بُصّوا أنتم شايفين لو آخدين بالكم كده، أنا حاطة القشر في كيس أهو، وحاطاه في التلاجة طبعًا عشان ما يجرالوش حاجة، لإن بدأ الجو كمان يحرّر بقى خلاص. فكل سنة وأنتم طيبين كده، الصيف داخل علينا بقى هاجم كده. هو أي نعم الجو ساعات لسه بيقلب، مش عارفين هو صيف والّا إيه بالضبط، بس خلاص الجو بدأ يبقى حَر، فهنخاف كده إن الحاجة يجرى لها حاجة. فأنا كنت حاطة القشر ده في التلاجة ومش هارميه طبعًا. اوعوا ترموا بجد القشر ده يا جماعة، ده كنز، كنز كنز إحنا ما كناش عارفين عنه حاجة. بجد لمّا جرّبت الوصفة اللي أنا هاعملها معاكم دلوقتي، عجبني جدًا وعجب الولاد جدًا، 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 وما كانوش عارفين هو إيه أصلًا. يعني طعمه بيدّي حاجة تانية، يعني بيدّي حاجات كده يخلّيكِ إيه، تحسّي إن هو إيه ده، هي دي والّا دي؟ أنتم مش فاهمين، الموضوع مُبهم شوية، بس إن شاء الله دلوقتي هتفهموا. قطّعت بقى البطيخة بتاعتي اللي باقية وهاحطها في التلاجة، وهاجي بقى معاكم أقطّع القشر ده دلوقتي، هاقول لكم هنعمل بيه إيه. أنا مش هاخد القشر كلّه، أنا هاخد بس الإيه، الحتّة البيضا اللي جوّاه، يعني أنا هاطلّع القشرة الخضرا دي. بُصّوا حتى البذر ده أنا ما بارميهوش والله، باعامله معاملة كده البذر بتاع القرع، اللي هو أنا باخده وباجمّعه، بافضل أجمّعه، لإن أنا باشيل البذرة من البطيخ للولاد، فباجمّعه كده في حاجة واحطه في التلاجة لحد لمّا يبقى كمية حلوة كده، واروح حاطة عليه بقى ملح، أغسله كويس الأول واحط عليه ملح، وممكن أسيبه في الشمس شوية، أو ممكن ما اسيبهوش في الشمس واحطه في الفرن يتحمص كده واقعد أزقزه بقى كده مزاج يعني عندي. هناخد بقى البطيخ بتاعنا أهو، أنا فصلت القشرة الخضرا الناشفة دي، وهاخد الإيه، الأبيض اللي من تحت ده. هاقطّعه مكعبات صغيّرة كده أو مكعبات كبيرة مش فارقة، لإنه كده، كده إحنا هنسويه على النار فهيتهري، فمش فارقة إن إحنا نقطّعه الحجم قد إيه يعني، نسهّل على نَفْسنا وعادي أي قطعية هتبقى تمام معانا، وفي الآخر كده، كده هتدوب وهتبقى زي الفل. هناخد القشرة الخضرا دي، أنا كان على عيني إن أنا رميتها القشرة الخضرا ديّة، بس إن شاء الله هاعمل بيها حاجة قريب بقى إن شاء الله. يعني أنا باحاول إن أنا أضبط الوصفة الأول قبل ما أدّيها لكم، عشان طبعًا دي أمانة هاتحاسب عليها، فباجرّب الحاجة الأول وبعدين أصورها بقى الفيديو بتاع القناة وأنزّلها. قطّعت بقى كل القشر بتاعي أهو، وأنا أصلًا باقطّع البطيخة كنت متعمدة إن أنا أسيب فيها أحمر شوية زيادة، عشان لمّا هاسويها تدّي لي لون حلو. هاعمل إيه بقى، هاحط عليها تقريبًا كده نُص كوباية سكر، يعني ده كان قشر بطيخة كاملة، حجمها وسط، مش كبيرة أوي ومش صغيرة، حجمها وسط. حطيت عليها نُص كوباية سكر وعصرة ليمونة، ممكن لو ما عندكيش ليمون تحطي ربع معلقة ملح ليمون، هيدّيكِ برضه نفس النتيجة تمام. وهنحطها على النار، هنحطها على نار عالية، أول ما تاخد غلوة نهدّي النار. بُصّوا هنا أنا ادّتني اللون الحلو ده، لأ مش ده مش لونها الحقيقي يعني. أنا لقيت عندي حتتين بنجر أو شمندر، زي ما أخواننا الخلايجة بيقولوا، لقيتها في التلاجة فحطيتها مع المربى، قُلت بقى إيه، ترفع من قيمتها الغذائية كده وتخلّي لونها كمان يبقى غني. فأمّا حطيتها بصراحة بُصّوا بقى ادّتني قوام ولون تحفة، تحفة، تحفة. ولادي أول ما شافوها افتكروها مربى فراولة. هُم بيحبوها مربى الفراولة، فعشان كان لونها أحمر افتكروها مربى فراولة، ولمّا داقوها بقوش مش عارفين هي إيه، يعني احتاروا، هي دي مربى إيه يا ماما، ال ال الح اللي لونها ريد ديّة مربى إيه؟ فكانت عاجباهم بصراحة وحيرتهم شوية، بس هي المهم إن هي عجبتهم وقيمتها الغذائية كمان عالية. بُصّوا بقى العجين ما شاء الله تبارك الله، بُصّوا اختمر حلو كده وبقى العجينة طرية وجميلة. فهنا بُصّوا حجمها زاد، المفروض هُم يعني لزقوا في بعض، فأنا قُلت يا ريتني كنت حطيت كل واحدة فيهم في صينية لوحدها، عشان تاخد راحتها في الخمّران. بُصّوا
لما سويناها كمان ما شاء الله، يعني ما شاء الله عملت كمية حلوة. هناخد بقى العجين بتاعي كده هفصلهم عن بعض، وهاخد كل واحدة واقطعها بقى ايه، اشوف انا هقطعها حجم القطعية قد ايه. طبعا براحتنا نقدر نحط نعمل التقطيعة على الحجم اللي يريحنا، عايزينها بقى كبيرة عايزينها صغيرة زي ما احنا عايزين. بصوا ما شاء الله حلوة قوي طرية وجميلة، حتى الولاد اكلوا منها وهي طرية طعمها زي العسل. بصوا ما شاء الله من جوه طرية وهايشة مهيشة كده جميلة. آمم، حلوة أوي، ولونها كمان حلو أوي، أوي. يعني أنا باهدّي النار باحطها على الشبكة وباهدّي النار مش باخلّي النار عالية. ولمّا تطلع بقى نغطّيها عشان ما الوش بتاعها ده ما يطراش كده. أقصد sorry ما ينشفش. بنغطّيها بفوطة كده، فوطة نضيفة في المطبخ يعني، لحد لمّا تبرد شوية عشان نعرف نقطّعها، ما نقطّعهاش وهي سخنة عشان هتتفرفت معانا. بس هنقطّع بقى الحجم زي ما قُلت لكم اللي إحنا عايزينه، وبعدين نرجّعها تاني نرصها في صينية ونرجّعها الفرن تحت الشواية. ممكن تولّعي من تحت والشواية كمان عشان ياخد لون من تحت ومن فوق في نفس اللحظة، يعني يسرّع الموضوع شوية. وبُصّوا ما شاء الله الكمية قد إيه، يعني ما شاء الله أنا عملت منها 3 علب كبار، يعني يكفّونا فطار وعشا حوالي 4 أيام. بُصّوا بقى المربى ما شاء الله، ما شاء الله يعني قوامها حلو أوي وطعمها تحفة، تحفة، تحفة. أنا جرّبتها من غير البنجر وجرّبتها بالبنجر كده، الاتنين طعمهم حلو، بس اللي من غير البنجر تحسّي إن هي تحتاري كده إن هي إيه، مربى مشمش والّا مربى جزر والّا في إيه، هي طعمها كده إيه ما بين الاتنين، طعمها بجد حلو أوي، جرّبوها إن شاء الله هتعجبكم. وبعد كده عمركم ما هترموا بقى قشر البطيخ، نعمل منه كمية مربى حلوة كده في الصيف، لإن طبعًا كلنا بناكل بطيخ في الصيف كتير، فهنعمل بقى منه كمية مربى حلوة كده تكفينا طول السنة. هنا بقى هادمس الفول بتاعي اللي أنا كنت نقعته، وكمان هاعمل الفلافل عشان بقى كده إيه الفطار يكمل ويبقى تمام التمام يكفّينا أسبوع ويمكن أكتر كمان. يعني أنا نُص كيلو، أنا باجيب نُص كيلو فول تدميس بيقعد عندي أكتر من الأسبوع. لإن إحنا مثلًا ممكن نفطر شاي بلبن مع التوست الناشف ده، ما نفطرش مثلًا فلافل وفول وكده، ممكن ناكل ده في العشا بس. وأوقات بنفطر مثلًا فول وفلافل وجبنة وبيض والكلام ده كده وبنتعشى بس شاي بلبن وتوست أو بقسماط أو أي حاجة إيه من الكيكات أو الحاجات اللي بنعملها في البيت، وعملتها معاكم على القناة هتلاقوا الوصفات كتير. عملنا كيكات حلوة أوي، الكيكة الموفّرة كيكة المَيّة وكيكة البرتقان، عملنا أصناف حلوة كتير. المهم هاخد الفول بتاعي بقى حطيت عليه 3 ليمونات سُلام كده، وكمان شوية عدس وشوية من الفول اللي هو المقشّر أو الفول المدشوش ده، حطيت عليهم شوية كمون كمان وشوية عدس أصفر هاحطهم على النار. حطيت طبعًا مَيّة سخنة، مَيّة مغلية، يعني إحنا بننزل على الفول بمَيّة مغلية مش بنحط آمم اللهم صل على سيدنا محمد، مش بنحط مَيّة باردة، بنحط مَيّة مغلية. وحتى لمّا المَيّة بتنشف منه أو بتقل يعني وهو بيستوي، بنزوّد برضه بالمَيّة المغلية، ما بنزوّدش مَيّة باردة. ناخد بالنا من الحتّة دي عشان الفول معانا ما يجرمشش ويبقى كمان يسوَد. الفلافل بتاعتي بقى هنا أصل الفلافل طبعًا الكُرّات. طب وللناس اللي ما عندهاش كُرّات أو البلاد اللي ما بيبقاش فيها الكُرّات، ممكن نستخدم البصل الأخضر، وأنا عملتها معاكم الفلافل برضه قبل كده العيدان بتاعة البصل الأخضر. هاخد بقى في الكَبّة بتاعتي كمية حلوة كده من الفول المقشّر، وهاحط عليها هنا أنا كنت ناقعة حوالي رغيف ونُص أو رغيفين عيش بلدي عادي في شوية مَيّة صغيّرين. يعني أنا إيه بارشرش عليه مَيّة كده واسيبه يشرب بقى المَيّة اللي أنا رشيتها دي مش كتير. ده اللي بيدّي بقى القوام المنفوش بتاع الفلافل بتاعة المحلات اللي بنجيبها من برّه. هاحط كمان معانا شوية كزبرة خضرا صغيّرين خالص، يعني أنا مش هاخد حتى
رابطة من أمّا بنجيبها من عند الخضري يعني، لأ مش هاخد الرابطة كاملة، أنا هاخد تقريبًا نُصّها أو أقل كمان من نُصّها. بس وهاضرب بقى الكلام ده كلّه في الكَبّة. لو لقينا الكَبّة مش بتمشي معانا وتقيلة شوية بنعمل إيه، بنحط بُصّوا أنا باملا كوباية مَيّة كده جنبي وآخُد منها بالمعلقة معلقتين بس، يعني معلقة أو 2 بالكتير في الكَبّة، عشان لمّا بنكتّر المَيّة للفلافل بتغمق معانا لمّا نيجي نقليها بعد كده. تمام، خلاص هناخد بقى ومعانا كمان كام فص توم، حوالي 4 فصوص توم على ده نُص كيلو فول مقشّر. أنا عملت نُص كيلو عشان يكفّيني أكتر من أسبوع، يعني أنا باعمل ربع كيلو بيكفّيني أسبوع وممكن أوقات كمان بيزيد عن الأسبوع، لإن زي ما قُلت لكم مش كل يوم بنفطر نفس الكلام. آمم، هاخد بقى معايا 5 فصوص توم على أو 6 فصوص على النُص كيلو الفول المقشّر، وعندي بصلاية وسط مع الكُرّات البقدونس سوري الكزبرة الخضرا تمام، مش باحط بقدونس، مش باحط شبت. بس هاخد بقى الخضرة بتاعتي كده مع شوية الفول و مش هاحط أي بهارات دلوقتي خالص، ممكن بس هاحط شوية من الكزبرة الناشفة اللي هي الحصى مش ناعمة، كزبرة حصى، وهاحط كمان حوالي معلقة أو نُص معلقة شمر، بيدّي ريحة حلوة أوي، 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 مش هاحط ولا كمون ولا ملح ولا بهارات ولا أي حاجة، لمّا آجي أعملها بقى يعني أنا دلوقتي هافضل أضرب فيها كده لحد أمّا تنعم وتبقى قوامها حلو. أنا مش هاضربها مرّة واحدة، هاضربها مرّتين، وغير لمّا باجي أطلّعها من الفريزر عشان أعملها أقليها، باضربها مرّة تالتة، يعني باروح حاطاها في الكبة و بادّيها ضربة كده مع البهارات بقى اللي أنا باحطها، يعني باحط ملح، باحط شوية baking powder خفاف أو كربوناتو، يا دي يا دي، تمام، لو ما عنديش ممكن أحط يعني ما عنديش كربونات أحط baking powder بس، أو ما عنديش baking powder أحط كربوناتو بس، أو ممكن أحط رشة من دي ورشة من دي عادي جدًا برضه، بس حاجات صغيرة يعني أنا مش باحط كمية كبيرة، على قد الكمية اللي بتكفينا إحنا 5 أفراد، على قد الكمية اللي إحنا بناخدها من الفلافل تقريبًا مثلًا ممكن اللي بنجيبهم من عند بتاع الفلافل من برّه بحوالي 7 أو 8 جنيه، 10 جنيه بالكتير يعني. تمام، بس كده هنفضل نضرب فيها لحد لمّا يبقى القوام بتاعها ناعم، بُصّوا هنا دي لونها كان مخضر أوي عشان طبعًا دي حطيت فيها أكتر الخضرة، لكن الضربة الأولانية ما كنتش حاطة خضرة كتير، بُصّوا القوام ما شاء الله، بُصّوا عاملة إزاي، مهيّشة وجميلة من غير ما لسه ولا حطينا عليها كربوناتو ولا baking powder ولا أي حاجة، مجرد بس إن إحنا حطينا العيش المبلول مع الفول المعشّر والخضرة بتاعتي، بُصّوا نفشوا كده بقت العجينة جميلة وزي الفل. هاقلّب بقى كده كلّه عشان تبقى كمية الخضرة متوزعة على كمية الفلافل كلّها، ما يبقاش حبّة آخُدهم في كيس لو أنا قسّمتها مثلًا وهي كده دلوقتي ما يبقاش أعبّي كيس مثلًا يبقى فيه خضرة كتير وكيس لأ ما فيهوش خضرة كتير. قلّبتها حلو كده وبعدين هارجع بقى أهو أدي الكزبرة الحصى الناشفة وهاحُط كمان معلقة شَمَر. وهارجع آخُد بقى من الحاجات الحلوة ديّة شوية، شوية أحطهم في الكبة وأضربهم ضربة كمان. طبعًا كل ما بنضربهم أكتر كل ما بتدّينا قوام منفوش أكتر، يعني لو بتشوفوا عند الراجل بتاع الفلافل كده اللي هو بيطلّع العجينة من المكنة وهو واقف يعملها يقليها يعني، فبيفضل سايب المكنة تفضل تدُق فيها وتقلّب فيها وتضرب فيها، فده كتر الضرب فيها ده هو اللي بيدّيها القوام الهايش ده اللي بيبقى من جوّه آمم الفلافلية ما تبقاش مكتومة، ما تبقاش تحسّي إن أنتِ بتاكلي عجين كده، تبقى من برّه مقرمشة ومن جوّه آمم هايشة كده وطرية ومستوية كويس من جوّه وطعمها حلو طبعًا كل ده طبعًا زي ما قُلنا كده من الضرب بتاعها في الكَبّة كويس، تمام؟ أظن المرّة دي الطريقة سهلة جدًا، جدًا وعملناها أهو مع بعض واحدة، واحدة، خطوة، خطوة بالراحة خالص،
عشان البنات او الناس اللي مش عارفين يعملوا ازاي الفلافل. هي ستي هاتيها دلوقتي عشان تروحي تجيبي من عند بتاع الفلافل معلقتين صغيرين، هيقولك ب5 جنيه، وهم ما يكملوش كام فلافلاية، يعني لو عملتيهم في البيت مش هيكفوا حد. احنا دلوقتي بنعمل كل حاجة في البيت بإيدينا، طبعا زي ما قلنا أنضف وأضمن وكمان أوفر بكتير يعني. بس أنا هنا بصوا بقى القوام اللي اتضربت أول مرة واحدة بس، ودي بصوا اللي اتضربت مرتين. بصوا بقى لونها بيفتح بتبقى مهيشة كده، وتبقى جميلة وطرية وناعمة. ولو حطيناها بقى في الزيت تحس ان هي ايه، بتنفش كده، يعني حاجة كده. بصوا مفيش ولا أحلى ولا أسهل من كده. وعملنا فطار للعيلة كلها اهو، وفطار جميل هيحبوه. وكمان ما زودناش الحمل على الميزانية بتاعتنا، ولا جينا جنب ايه الميزانية في ضرر ولا حاجة، بل بالعكس احنا هنوفر من الميزانية كمان مع الفطار اللي احنا هنعمله بإيدينا ده. اخد بقى اهو، انا اخدت معلقتين بصوا، يعني انا ما كملتش تقريبا ربع الفنجان يعني. وهنفضل نضرب فيها. دي اخر بقى اخر كمية الفلافل بتاعتي اهي. انا هعمل ايه، هنزل هاخد منها يعني، هخلي شوية في الكبة، دول اللي انا هعملهم في ساعتها. طبعا اول ما الولاد بيشموا ريحة ان انا بعمل فلافل في المطبخ، بيفضلوا بقى مستنيين ان انا هعملها امتى. فانا عملتها وقلت لهم ايه، ان شاء الله هعمل لكم منها، اقلل منها يعني مع الفطار ونفطر بيها. هنا انا شلت بقى اهو من العجينه، وهخلي في الكبه على قد ما انا ايه، هاخد على قد يعني الحبه اللي احنا هنعملهم يكفونا للفطار. تمام. هعمل فيهم ايه بقى، هحط عليهم التوابل والملح بتاعي اللي احنا قلنا ان احنا ما حطيناهوش على الخلطه بتاعتنا. هحط بقى شويه ملح، شويه كمون، ربع معلقه من ال7 بهارات كده، شويه كزبره ناشفه ناعمه، كل الكلام الحلو ده بقى كده، واروح رايحة بقى على الزيت. طبعا في ناس بقى هتروح قايلة ايه، طب ما احنا كده ما وفرناش حاجة، ما احنا هنقلي في زيت والزيت بكام دلوقتي بقى غالي، واحنا كده هنوفر ايه يعني. طيب حضرتك انتي يعني هتعرفي تتحكمي في كمية الزيت اللي انت هتعملي فيها بمساحة الإناء نفسه اللي انت هتعملي فيه، يعني هتعملي في الطاسة بقى أو في حلة أو في أي حاجة. كل ما هتصغري حجمها كل ما الزيت بتاعك الحبة اللي انت هتحطيهم هيبقوا عاليين. مش لازم نحط بقى في، نجيب طاسة كبيرة كده وواسعة ونملاها زيت كلها وبعدين نقول احنا ما احنا هدرنا زيت اهو. بصوا انا عملت في طاسة صغيرة، يمكن دي اصغر طاسة عندي، اصغر حجم عندي، عشان الزيت يبقى غزير وفي نفس الوقت ما اخدش زيت كتير وفي الاخر ارميه والاقي نفسي طب ما انا كده فعلا ما وفرتش حاجة، بس كمان انضف. يعني انتي الزيت اللي عند الراجل بتاع الفلافل ده، انت مش عارفة هو قالي فيه كام مرة، كام مرة ايه، كام الف مرة. فربنا يا رب يحفظنا ويحفظ اولادنا ويدينا الصحة والعافية، ويجعلهم هم كمان دايما يا رب بكامل صحتهم وعافيتهم. ونحاول ان احنا نحافظ بقى على صحتنا وصحتهم على قد ما نقدر. يعني كفايه الحاجات اللي بتتحط لنا في الزرع الكيماوي والاسمده والحاجات دي كلها، والمبيدات الحشريه بتاعت الزراعه دي كلها حاجات بتاثر علينا يعني، فكفايه علينا. مش كمان هنجيب لهم اكل معمول في زيت كام مره ونبهدل صحتهم اكتر يعني. لا، هنحاول ان احنا نظبط الدنيا على قد ما نقدر. هنا طبعا انا منسيتش الفول بتاعي، ودايما كنت بقلب فيه، وما شاء الله ما شاء الله يعني، ولا غمق بقى ولا اي حاجة خالص، واستوى بقى زي الزبدة وجميل جدا جدا. وكل شوية طبعا هنا زي ما انتوا شفتوا دلوقتي انا مببقاش حاطة البراد على النار، وكل ما المية تقل في الفول بتاعي بروح مزوداها مية بتغلي زي ما اتفقنا. بصوا بقى الفلافل بعد ما طلعت من الزيت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني، تحفة جميلة. لونها بصوا لونها فاتح ولا غمق ولا أي حاجة. بصوا كمان الفول بتاعي لونه زي يعني
مش عارفة أقول لكم ورد فل وياسمين كده جميل منور يعني. الفلافل بتاعتي بقى من بره كانت مقرمشة وخطيرة، ومن جوه بقى طرية كده، وتحس ان هي تشبعك كده، تحس اني فلافل، انا اكلت فلافل يا جدعان فلافل طعمها تحفة بجد، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم. انا دلوقتي بقيت بستنى بجد كومنتاتكم عشان بتفرحني جدا 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 فوق ما تتخيلوا، بتشجعني قوي، وبفضل يعني اكتر الاوقات بفضل انا قاعدة بقرا الكومنتات كام مرة في اليوم عشان تديني حافز ان انا لا قومي صوري، لا في ناس اهي بتتفرج عليكي وبتتابعك وبتديكي كومنتات حلوة قوي، ما تخذليهمش وقومي صوري وكملي كده عشان تقدمي لهم حاجة تفيدهم وتبقى في ميزان حسناتنا في الاخر كلنا يعني. وبس ادي عملنا الفطار بتاعنا، انا قليت بيض جنب الفول، وعندي المربى بصوا ما شاء الله قوامها جميل وطعمها بجد تحفة. وادي الفلافل بصوا الكمية قد ايه، يعني تقريبا دول مثلا ممكن نجيبهم من بره ب10 جنيه، واحنا كل اللي جايبينه ب15 جنيه. الفول نص كيلو يعني. بصوا انا طلعت منه قد ايه 4 اكياس، والله الكيس ده لو انا هروح اجيبه من عند بتاع الفلافل يعني لو ادهوني ب8 جنيه يبقى كده كتر خيره، والراجل اتوصى بيا يعني مية مية يعني. والعلبة دي لوحدها كان فيها أكتر من ربع كيلو، أنا قلت دي خليها في الفريزر كده على جنب لوحدها، لما إن شاء الله كده اخوات جوزي يشرفوني، لأنه العدد بيبقى ما شاء الله كبير، أطلعها بقى إيه لو جم يعني على الفطار أو على العشاء وكانوا بايتين عندي، إن أنا إيه أطلعها بقى نعملها كده في العشاء أو في الفطار وتبقى زي الفل وجميلة. وأدي التوست الناشف اللي إحنا عملناه فطرنا بيه وكان فطارنا زي الفل. كان الغدا بتاعنا إيه بقى، كشري مصري عملناه مع بعض قبل كده على القناة. الرز إزاي، وعرفنا كل أسرار بقى الكشري نعمله إزاي، نخلي البصل يبقى مقرمش إزاي، الصلصة اللي طعمها مظبوط بالشعرة، الدقة، العدس بجبة والشعرية، وكل ده يطلع مظبوط إزاي. اتفرجوا على القناة على الفيديو إن شاء الله يعجبكم.